والنجم العالمي كريستيانو رونالدو يصل إلى 38 مليون متابع على قناته على اليوتيوب خلال أيام قصيرة. وفيديو درع اليوتيوب لحد تسجيل هذا الفيديو وصل إلى 32 مليون مشاهدة خلال أقل من يومين، ومن المتوقع أن القناة مالته توصل إلى 50 مليون خلال اليومين أو الثلاثة الجايين. ولما يوصل 50 مليون راح ياخذ الدرع المخصص اللي هو يكون مخصص باسمه، يكون مصمم تصميم خاص له، وهذا الدرع يكون هو من الدروع المعدودة على الأصابع اللي حصلوا عليها أصحاب القنوات. أنباء صحفية لبنانية ومصرية تتحدث عن قرب انطلاق موسم جديد من برنامج ستار أكاديمي الموسم 12. الأخبار انتشرت هذه المرة عكس كل المرات على حسابات رسمية لوسائل إعلام مصرية ولبنانية، بس لحد الآن ماكو أي تصريح رسمي من إدارة البرنامج ولا من شركة الإنتاج ولا من أي جهة ثانية إعلامية رسمية لها علاقة بالبرنامج عن موعد انطلاق البرنامج أو بدء التصوير أو الكاستنج أو أي شيء ثاني. ضمن منافسات بطولة كأس آسيا للنخبة، نادي الشرطة راح يواجه 3 من نجوم العالم يلعبون في الدوري السعودي. النجوم هم كريستيانو رونالدو وفيرمينو ونيمار. وطبعا نادي الشرطة راح يكون له مباريات ثانية ويا أندية ثانية ونجوم عالميين راح يلعبوها خارج أرضهم. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات عن هذه الأخبار اللي سمعتوها، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى قناتنا تكبر. إذا عندكم أي أسئلة استفسارات اكتبوها، أي شيء تردون نسوي عليه فيديو اكتبوا لنا بالتعليقات وإحنا راح نشوف المواضيع هذه راح نختارها أما نرد عليها بالكومنتات أو نسوي عليها فيديوهات. وشكرا على تفاعلكم. تابعوني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي من خلال البايو ومن خلال الفيديوهات اللي موجودة والروابط أسفل كل فيديو. تحياتي.